السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب. تعالى نعمل مع بعض شوية كحك تحفة. ولا تقولي كحك محلات ولا أي كحك، الكحك دوت مختلف تماما، طعمه تحفة. هقولك على طريقة السوا، على الطريقة لما تنقشيه والنقشة بتاعتك ما تروحش منه ويفضل معاكي. لو هتقعدي ساعتين تلاتة أربعة بتعملي فيه، مش النقشة بتاعته مش هتروح تماما، وهيطلع ناعم ودايب زي ما انت شايفة، واللون بتاعه تحفة، والسواء بصي تحفة. لو قعد معاكي سنة هيفضل تحفة وجميل ومحتفظ بلونه ومحتفظ بقوامه، وهيطلع حلو جدا. عملت المفتوح دوت وعملت دو الملبن وعجوة، كله طلع بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، دايب دوب زي ما انتم شايفين، حاجه كده جميله. وهقول لك طبعا على سر التسويه بتاعته اللي يطلع معاكي جميل والقوام بتاعه. تعال نسمو الله ولايك وشير وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نشوف مع بعض. معايا 2 كيلو من الدقيق، تمام، والعجان بتاعنا يدوي، عجان اللي متوفر عندك اعملي بيه، مش اساسي يعني. نسمو الله كده ونحط كده في العجان، تمام كده ينفع. كبينا الدقيق، هحط دي كله كده، حطيت الاتنين كيلو، تمام، وحطيت عليهم 3 معالق من السمسم اهمت، تمام. وهنا السمنه، هقولك مقدار الكيلو هتحطي 550 جرام من السمنه على الكيلو الدقيق، ومعلقه ونص من السمسم، تمام، وربع معلقه من الخميره، و... وذرة ملح صغيرة، تمام. أول حاجة هنحط 550 جرام من السمنة، هيطلع لك كحكاية ناعمة وجميلة جدا جدا. أنا هديكي مقدار الكيلو، لكن أنا عاملة 2 كيلو، هتضاعفي الكمية لو انت عاملة حسب ما يكون بقى 2 3 4 زي ما يكون، تمام. ويبقى 550 لو هتعيريهم بالكوباية يبقى كوبايتين وتلت أو مجين وتلت، تمام، من السمنة. اهم حاجه في خطوه الكحك التبسيس، بسسي كويس هيطلع معاكي ناجح ان شاء الله. جبت مج من الميه الدافيه، دافيه يعني عاديه خالص كده، مش ساقعه ولا سخنه، تمام. حطيت معلقتين من السكر، وبص الخميره هحط قد ايه عشان ما ينفش معانا الكحكايه جامد وتطلع بقى النقشه بايظه. نص معلقه ممسوحه، تمام، على 2 كيلو، عشان ياخد معايا وقت براحتي وايه واقطع براحتي ومبقاش مستعجله ان هو يخمر او يبوظ مني. البصمه هتفضل معاكي محتفظه بشكلها، والنقشه برضو نفس الكلام، تمام. وهسيب بقى الخميره كده مع السكر يتفاعلوا كده مع بعض. لو انت الخميره واثقه فيها، آه يبقى خلاص توكلي على الله وحطيها على طول. مش واثقه اول مره تجربيها، يبقى لازم تعملي لها اختبار زي كده. فهنا بصوا معانا هنا التبسيس، بصوا اتبسست، بصوا عامله زي الملبن، دايبه جدا، يعني سايحه يعتبر زي ما يكون بيقولوا كده، دايبه خالص. فدي تبقى الخطوه تمام. بلم الجناب طبعا عشان خاطر يبقى اتبسس كله مع بعض. هو ما شاء الله اتبسس وبقى معانا زي الفل وتحفه. هنزل كده بسم الله بالمج الميه بالخميره والسكر. عايزه تبدلي بدل مج الميه مج من الحليب عادي، حطي المتوفر عندك، تمام. انا بعجن بميه عادي، ذره كده من الملح، تمام. هننزل بقى كده واحده واحده بالعجان، ونبدا نلم العجينه. اول ما تتلم معانا خلاص تمام، احنا مش هنعجن، احنا هنلم العجينه فقط لا غير. هزود على المج اللي انا حطيته الميه ده ايه، هحط ربع مج، مش هحط اكتر من كده، لاني العجينه بتاعتي مش عايزاها تبقى طريه اوفر ولا اللي هي ناشفه، انا عايزاها تبقى وسط. يعني حطيت هنا نص، بصوا حطيت بصوا ربع، خلاص كده الربع تاني سبته. هنا العجينه تتلم، خلاص هوقف العجان مش هطول، يا دوبك تلم معانا العجينه اهي. بصوا بسم الله، بصوا دي العجينة بتاعتنا، ودي يبقى ملمسها. لو طولتي العجن تعجني في الكحك كتير هينشف منك ومش هتطلع معاكي الكحكاية ناجحة. بصوا زي بتنزلي صباعك فيه كده ما تشققش منك، يبقى عجينتك ناجحة وممتازة ان شاء الله. تبدأي بقى تجربيها بالمنقاش او مكبس الكحك زي ما المتوفر عندك يعني، وجربي واعملي تيست كده. لو ما شبطتش في المنقاش خلاص يبقى هي كده ناجحه معاكي. وفي ناس اصلا اللي بتنقش ولا بتعمل مكبس، بتعملها كده بس شكل وخلاص.
اهي بصوا طالعه معانا متساويه وما شاء الله ناجحه. تمام كده. يبقى مقدار بصوا المكبس اهو، بصوا الشكل ما شاء الله، وطلع من الفرن بنفس الشكل ونفس الحجم ونفس السمك وكله تمام. هنا معايا الملبن هقطعه كور كده، وهعمل بطريقة تانية. زي ما قلت لكم كيلو دقيق عليه 550 جرام من السمنة، معلقة ونص من السمسم، ربع معلقة من الخميرة عشان ما يفش معاكي جامد. لو بتحبي تحطي بيكنج باودر هتحطي برضو نص معلقة. لو بتحبي تحطي ريحة كحك حطي الريحة اللي بتريحك حطيها، انا ما حطيتش اي حاجة. تمام. يبقى كده هنبدأ بالدقيق ونحط عليه 550 جرام من السمنة. لو هتحطيها بالمج يبقى مجين وتلت مليانين. تمام. وتحطي بقى ذرة الملح ومعلقة سكر على الخميرة ومعلقة ونص من السمسم. هنا معانا الملبن. بص لو انت حابة ان انت تعجنيه في سمسم، انا هعجنه كده بالشكل دوت اهوت. في ناس بتحب تحشيه كده بالسمسم، وفي ناس بتحب تحشيه سادة. باخد على ايدي بصوا يعني نطرة سمنة كده، وببدأ ان انا اكوره بالشكل ده. او بتحطي في العجينة ذات نفسها بتاعت الملبن والسمسم معلقة من السمنة وتعجنيها. بس لما تعجنيها وتكوري كده بالشكل ده يبقى احسن، عشان تطلع معاكي سلسة كده وما تكونش مشبطة. تمام. هكور برضو السمسم كده، السمسم بالملبن اهوت واللي هو السادة. تمام. وناخد العجينة بتاعتنا كده ونبدأ بسم الله ونشكل. بصوا ما شاء الله عليها. يعني كمان انا بحط عليها كيس من اكياس التلاجة بفتحه واجي مغطيه العجينة عشان ما تنشفش معانا، بتفضل لاخر قطعة طرية وجميلة جدا معاكي. انا والله اخدتكم في الخطوات واحدة بواحدة عشان مفيش حاجة تفوتي خالص في الكحك. هنا جبت الصينية بتاعت الصينية اللي انا هسوي فيها، اللي انا هبدأ اسوي فيها، ببدأ ان انا اقطع فيها. وبعد كده بقطع بقى واحط في الصواني اللي بعد كده باخد منها وارص وانا بسوي. طريقة التسوية بقى، بتولعي الفرن من تحت وبتولعي من فوق، وبتهدي شمعة من تحت وشمعة من فوق. بياخد له حوالي ربع ساعة في الفرن، يعني من 14 دقيقة ل 15 دقيقة في الفرن. وطبعا بتتابعيه عشان لو فرنك عالي شوية أو هادي أكتر أو عالي من فوق أو عالي من تحت، لازم تظبطي الفرن من فوق وتحت زي بعض عشان يطلع لك الكحكاية لون واحد من فوق ومن تحت. تمام. اهو بصوا بالبصامة كده وبعمل اهو. بصوا ما شاء الله ما خدش مني وقت ولا هياخد منك وقت، والاتنين كيلو مش هياخدوا منك حاجة خالص، وقت يعني بسيط. بس انا بقى مش عايزة الكحكاية كبيرة كده، انا عاملاها كده صغنونة اللي تاخديها تحطيها في البق على طول. اهو بصوا ايه رأيكم. هنكمل بقى بقية كمية الكحك وهنشوف انا عملت كده بالملبن، وهعمل برضو إيه يعني صاجين ولا حاجة كده بالعجوة. العجوة بصوا انا سيحتها في الميكروويف، يعني أنا ممكن كنت حطيت لها معلقة سمنة وعملتها كده في الطاسة على البوتاجاز ولا حاجة، او في الميكروويف برضو معلقة سمنة. ما حطيتش بصراحة سمنة، فانا كورتها وكده وعملت منها. بس هي طلعت العجوة ذات نفسها ناشفة شوية. فلما تجيبي عجوة خلي بالك من النوع بتاعها ودوقيها، عشان ساعات بيبقى فيها رمل وكده ما بتبقاش حلوة يعني. لكن النوع ده نضيف، ولكن بس ناشف شوية، مش اللي هو يعني بالك فيه اللي هو الطري والحلو. هحط بقى كده برضو بالبصامة اهيت، وبيطلع برضو نفس الشكل. تمام كده. هخلص بقى الكمية بتاعتنا كلها بتاعت الكحك ونشوف مع بعض الكمية بعد ما خلصناها. الاتنين كيلو بيطلعوا شوية ما شاء الله حلوين. انا صورته لكم بعد السوا، بس اللقطة دي ما جاتش، مش عارفة راحت فين والله. قعدت ادور عليها ما لقيتش الفيديو اللي هو اللي يعني المقطع اللي انا صورت فيه الكحك بعد ما خلص وطلع من الفرن ورصيته كله كده مع بعض. كان في نفس المقطع دوت، كان في اللي هو الكحك اللي انا عاملاه مفتوح من النص المبروم ده. اه بص النقشة وبصوا البصمة الاتنين ايه تمام. دي الكمية بقى بعد ما خلصتها ورصيتها كده في السيجان وفي الصواني اللي انا اخد منها. ده صاج كده كنت نقشاه كده.
تمام. وده الصاج اهوت كبير بتاع الفرن، ودي الصواني بقى اللي انا هبدأ ادخلها كده ايه الفرن واسوي فيها. هنبدأ بقى نحط في الفرن ونسوي ونوريكم بعد ما طلع من الفرن. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله. بصوا اللون من تحت، بصوا اللون من فوق واحد، يعني ما فيهوش اختلاف تماما. والحشوة فيه حلوة، وقطعة الملبن حلوة فيه، ومش قليلة يعني ما شاء الله مليانة. ده اول صاج كده، وده تاني صاج اهوت هوريهولكوا برضو لما طالع من الفرن. هطلعه من الفرن كده واجيبه واوريهولكوا معاه. ده المنقوش بقى اللي نقشته يعني. عايزه اقول لكم برضو النقشه حلوه رقيقه وحلوه، يعني ما هياش تخينه ومجهلصه، لا. يا رب الفيديو يعجبكم كده وتجربوا طريقه الكحك دي وتطلع معاكم تحفه، وهيشرفك قدام ضيوفك وقدام كل اللي يدوقوا. بجد هياخد منك الطريقه، طريقته حلوه جدا كده. ايه يعني دولت بقى انا قلت هجيبهم بقى عشان اخد منهم وارص واصور يعني. والباقي سبته بقى، كنت معبياه كده في علب عندي وشيلته. مش بعبيه، هو محطوط عليه السكر عشان خاطر السكر بيبقى سريع البوظان، لكن لما بتسيبيه كده بيفضل اكبر وقت ممكن محتفظ بقوامه وبطعمه وما يبص منك ابدا. خزني الكحك او شيليه بالسوا دوت، بطريقة السوا وطريق واللون وما تحطيش عليه سكر في التخزين. كده رصيت جنب عجوة وجنب ملبن، واللي في النص ده ملبن على عجوة الاتنين مع بعض. هحط عليه كده إيه معلقتين كده من السكر البودرة. بسم الله. يا رب الفيديو يعجبكم تكونوا استفدتوا منه وتعملوا الكحك دوت، وهيعجبكم ان شاء الله بإذن الله. والطريقة دي هتعتمدوها دايما. استنوني فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة.